ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الباتون ساليه بالجبنة الرومي. ان شاء الله حاجة هتعجبكم جدا. هنعمله بطريقة المحلات اللي هي الفخمة شوية. يعني هنعمل ايه؟ هنعمله بالزبدة. تقدري تستغني عن الزبدة وتحطي سمنة. معايا نص كيلو دقيق منخول، دقيق متعدد الأغراض. معايا 175 جرام من الزبدة الطرية بدرجة حرارة الغرفة. ومعانا 3 معالق كبيرة جبنة رومي مبشورة، معلقة صغيرة مليانة كمون مطحون، معلقة صغيرة مليانة من السمسم، نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنقول بسم الله. هنحط كل المكونات بتاعتي على الدقيق، وهنحط الزبدة بتاعتنا. نقول بسم الله عليهم هي كمان. بعد كده هنعمل ايه بقى؟ احنا هنفرك الخليط ده كله فرك مش دعك. الدعك بيبقى كده، انما ده فرك يعني بصوابع ايدينا بس كده، عشان ندخل الزبدة في الدقيق بتاعنا. تقدري تستغني عن الزبدة زي ما قلنا وتستخدمي سمنة. بسم الله. هبدأ بقى افركهم بس بصوابعنا بس كده، وبعد كده هوريها لكم. شايفين بقت مفرولة ازاي؟ كده الدقيق بتاعي اتشرب كل الزبدة بتاعتي ومعاهم المكونات اللي احنا حطيناها. هنبدأ نحط المية، هنضيفها شوية بشوية. بسم الله. شوية مية بسيطة كده بشوية مية صغيرين لحد من ايه ما نكون العجينة بتاعتي. انا هبدأ بقى اكمل العجينة بتاعتي وبعدين اوريها لكم. بتاعتي اهي، شايفين ده ملمسها اهي، ما بتبقاش ناشفة ولا سايبة قوي، متوسطة كده في القوام بتاعها. هبدأ اسيبها تستريح بس 10 دقايق ربع ساعة بس، علشان لما اجي افردها ما تلمش معايا. هغطيها واسيبها تستريح. بتاعتي ارتاحت، قطعناها حوالي 7 جرام القطعة بتاعتي. هنقول بسم الله كده ونبدأ ايه نبرمها زي البقسماطة. لو اتفتحت منك كده عشان فيها حتة جبنة مفيش اي مشكلة خالص، بتقفليها اهي عادي خالص وبتعمليها كده ترجع زي ما كانت بالراحة، بس عشان الجبنة فيها وممكن تتفتح منك. وده شكلها اهي. نعمل واحدة كمان. الصينية بتاعتي مش مدهونة اي حاجة خالص اهي، بالراحة كده هتطلع معاكي. ومفيش مسافات، مش هنسيب مسافات كبيرة، هنسيب مسافات صغيرة بينهم وبين بعض عشان هي مفيهاش خميرة، يعني مش هتتنفخ قوي اهي بالشكل ده كده. اهي هتبقى معانا بالمنظر ده كده. المسافات بتاعتها بتبقاش كبيرة قوي. هنكملها كلها بنفس الطريقة وبعد كده نشوفها قبل ما ندخلها الفرن. بس الكمية كلها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، وده حجمها ودي المسافات بتاعتها اللي بينها وبين بعض. انا ولعت الفرن، هسخنه كويس جدا، بعد كده هوطيه اقل من المتوسط علشان يطلع معايا الباتون ساليه مقرمش وما يتحرقش معاكي. وتاخدي بالك عشان هو مش هياخد وقت كبير في الفرن عشان هو حجمه رفيع. بعد ما يخرج من الفرن هتسيبيه في الصينيه يبرد براحته، ولا هتحطي له حاجه تغطيه ولا تبخيه بميه ولا اي حاجه، تسيبيه لحد ما يبرد وتقدميه. وهنشوفه برده بعد ما يخرج من الفرن ان شاء الله. الباتون ساليه بتاعي بعد ما خرج من الفرن قد ايه هو هاشش. بسم الله. شايفين من جوه مفرغ خالص ازاي؟ حاجه جميله جدا. بألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله.